السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبه الثانيه اعدادي اهلا بيكم. معكم مستر احمد الدسوقي مدرس ماده الدراسات الاجتماعيه المرحله الاعداديه والتاريخ للثانويه العامه. المره اللي فاتت شرحنا الدرس الثاني في الوحده بتاعتنا اللي هو المعادن ومصادر الطاقه في قاره افريقيا. لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، هسيب لك تحت في الديسكربشن. اي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب الواتساب. النهارده بقى موعدنا مع الجزء الثاني من الدرس الثاني بتاعنا اللي هو مصادر الطاقه في قارتين اسيا واوروبا. النهارده بقى موعدنا مع الجزء الثاني من الدرس بتاعنا اللي هو مصادر الطاقه في قارتين اسيا واوروبا. زي ما اتعودنا مع بعض، شاي جميل، قهوتك لذيذه، نسكافيه جميل، اي كلمه تحب تشربه، وتركز في كل كلمه بنقولها وتركز على الافكار ناكد عليها من خلال الشرح، وباذن الله باذن الله باذن الله دراستك تكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام، مش عايزين نطول المقدمه اكتر من كده، يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. صلي بينا على النبي ويلا بينا بسم الله. طيب، المرة اللي فاتت اتكلمنا على المعادن في قارتين اسيا واوروبا. النهارده بقى باذن الله هنتكلم على مصادر الطاقة. مصادر الطاقة في قارتين اسيا واوروبا، القارتين بتاعنا اللي هنقعد نتكلم عليهم طول السنة. طيب، بيقول لك والله قيام النهضة الاقتصادية في العالم بيعتمد على الطاقة. الطاقة هي المصدر الأساسي للنهضة الاقتصادية في العالم، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة الغير متجددة، سواء الطاقة النظيفة أو الطاقة الغير نظيفة، وهنعرفهم دلوقتي. طيب، فبيقول لك بقى الطاقة نوعين، في طاقة اسمها الطاقة الإحفورية وفي طاقة اسمها الطاقة المتجددة. مستر إيه هي الطاقة الإحفورية دي؟ الطاقة الإحفورية دي هي الطاقة الغير متجددة أو الطاقة الطاقة الغير نظيفة. طيب، يبقى الطاقة الإحفورية هي الطاقة الغير متجددة أو الطاقة الغير نظيفة. طيب، أما الطاقة المتجددة هي الطاقة النظيفة. زي إيه الطاقة الغير متجددة دي؟ زي الفحم. الفحم طبعا الشيشة والفحم اللي هو نشف مثلا اي حاجه شوي. الفحم، البترول طبعا اي ما تيجي تذاكر كلمه بترول السعوديه على طول، مش بترول اللي هو بهزر، لا بترول اللي هو البترول. تمام. طيب، الغاز الطبيعي. الغاز اللي احنا بيكون موجود عندنا في البيت، لو حد اللي هو بيكون موجود عندنا في البيت، الانبوبه اللي اي حد عايز يسخن اي حاجه، الغاز موجود في البيت، ده كنا عارفينه. يبقى الطاقه الاحفوريه الطاقه الغير متجدده او الطاقه الغير نظيفه اللي هي الفحم والبترول والغاز الطبيعي اللي هما بيلوثوا البيئه. طيب، الناحيه الثانيه الطاقه المتجدده، الطاقه النظيفه اللي هي الطاقه المتجدده دي يعني تتجدد باستمرار ولا تنفذ. زي الطاقه الكهرومائيه. الطاقة الكهرومائية جاية من كلمة كهرباء وماء، يعني توليد الكهرباء من خلال الماء اللي هي الطاقة الكهرومائية. طاقة الرياح، توليد الطاقة من خلال الرياح اللي هي في حاجة اسمها مروحة كده، المروحة دي بتلف من خلال الهواء وبالتالي تولد الطاقه. الطاقه الشمسيه، كلنا دلوقتي عارفين الطاقه الشمسيه، الواح الشمس اللي في الطرق الحديثه اللي موجوده بتمتص الشمس في النهار وتبدا تنور العواميد بالليل. طيب، يبقى انا عندي طاقه احفوريه وطاقه متجدده. الطاقه الاحفوريه الطاقه الغير متجدده او الطاقه النظيفه، الطاقه الغير نظيفه قصدي زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. اما الطاقه المتجدده هي طاقه تتجدد باستمرار زي طاقه كهربائيه، طاقه كهرومائيه، طاقه الرياح والطاقه الشمسيه. طيب، اولا كده الطاقه الاحفوريه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، حته لا اله الا الله. طيب، عندك فحم والبترول والغاز طبيعي، هنتكلم على الفحم اولى الدول في زي ما اتكلمنا عن المعادن، هنتكلم على مصادر الطاقه، هنتكلم على الاهميه الاستخدام، هنتكلم على اولى الدول في اسيا واولى الدول في اوروبا. طيب، بص كده، الفحم بيقول لك الفحم هو المصدر الرئيسي للطاقه لحد القرن العشرين اللي هو لحد القرن الماضي. يبقى الفحم هو كان المصدر الرئيسي للطاقة في العالم لحد القرن الماضي اللي هو القرن العشرين. القرن الايه؟ العشرين. بيقول لك كان بنستخدم ثلثين الطاقة المستخدمة في العالم كان من الفحم. يبقى الفحم هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم لحد القرن العشرين. لحد القرن العشرين كنا بنستخدمه كان بيستخدم 2% من الطاقة في العالم. تمام؟ طيب، 2023 اللي هي من سنتين بيقول لك تراجعت النسبة دي لحد ما وصلت الربع. يعني كانت 2/3 بقى الربع، ومن المتوقع ان هي تنخفض تاني
في المستقبل. الانخفاض الثاني فين؟ في المستقبل. يبقى خلي بالك الفحم هو المصدر الرئيسي للطاقه في العالم لحد القرن الماضي، لحد القرن الماضي اللي هو القرن العشرين كان بيستخدم ثلثين انتاج الطاقه في العالم كان من الفحم. طيب النسبه دي تراجعت في 2023 لحد ما وصلت الرابع، ومن المتوقع انها تقل كمان في المستقبل، تقل كمان في المستقبل. طيب بالنسبه لقاره اسيا، بالنسبه لقاره اوروبا، قاره اسيا بيقول لك ان الفحم فيها بينتج 75% من الانتاج العالمي، يعني 3/4 الانتاج العالمي موجود في قاره اسيا، وخاصه دوله الصين المرتبه الاولى في العالم من حيث الانتاج، بيقول لك بتنتج لوحدها نص الانتاج العالمي. يبقى قارة آسيا 75% من إنتاج الفحم في قارة آسيا. طيب بيقول لك الصين بتنتج لوحدها نص الإنتاج، بتنتج لوحدها كام؟ نص الإنتاج. يبقى آسيا الصين، آسيا الصين. طب في أوروبا 6% من الإنتاج العالمي، خلي بالك النسب دي مش عايزها كده كده ما تحفظهاش مش مشكلة، بس هو بيقول لك أولى الدول في إنتاج أوروبا في الفحم في أوروبا روسيا، إنتاج الفحم في أوروبا روسيا. يبقى روسيا يبقى زي فاكرين المرة اللي فاتت إحنا قلنا معظم المعادن ومصادر الطاقة موجودة في دولتين، الصين وروسيا، الصين وروسيا. فاكرين حديد نحاس؟ الصين وروسيا. نفس الحكايه الفحم، الصين وروسيا. تمام. الصين في اسيا وروسيا في اوروبا. وقلنا روسيا يعني ليه روسيا في اوروبا؟ لان العاصمه موجوده في جزء اوروبا. هي روسيا هي كبيره جدا، هي اكبر دوله في العالم، في 3/4 موجود في اسيا وجزء موجود في اوروبا، ولان العاصمه موجوده في اوروبا اللي هي موسكو، فعشان كده بنقول اللي هي دوله اوروبيه. طيب يبقى الصين وروسيا. طيب بما تفسر سؤال مهم جدا 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 ارتفاع انتاج قاره اسيا من الفحم. ليه اسيا بتنتج كميه كبيره من الفحم؟ لان هي كبيره فبالتالي توفر كميه كبيره من الفحم، عندها كميات كبيره جدا من الفحم فبالتالي بتستخرجها وتنتجها. طيب بيقول لك الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقه المستخدمه في عديد من الصناعات زي صناعه الصلب. اما نيجي نعمل صناعه الصلب في بقى بنستخدم اموات زي البترول والفحم والغاز الطبيعي وزي المواد المصادر الطاقه المتجدده، بس هم في اسيا بيعتمدوا اكتر على الفحم. يبقى بما تفسر ارتفاع انتاج قاره اسيا من الفحم بسبب توفر كميات كبيره جدا من الفحم في قاره اسيا والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقه في بعض الصناعات زي الصلب. ده كده الفحم. يبقى الفحم موجود في الصين وروسيا، الصين وروسيا. طيب البترول، قال لك البترول ده كل ما البترول ده اللي هو بيستخدم فيه، هنعرفه دلوقتي، بيستخدم فيه وسائل النقل اللي هو انتوا عارفين بقى البنزين والسولار والزيت والكلام ده، هو ده البترول. طيب اللي هو بنسميه بيقول لك يعد البترول ماده خام للصناعات زي البتروكيميائيات الحديثه اللي زي ما قلت لك البنزين، سولار، زيت، الالياف الطبيعيه، الالياف الصناعيه، كل الاسمده، الحاجات دي كلها اسمها البتروكيميائيات الحديثه. طيب والصناعات المعدنيه، يبقى البترول بيستخدم في حاجتين مهمين جدا، بتروكيميائيات حديثه وصناعات معدنيه، ادي اول حاجه. طيب بيقول لك بيستخدم في صوره اساسيه في توليد الكهرباء ووسائل النقل. توليد الكهرباء، بنولد الكهرباء من خلال البترول. تاني حاجه وسائل النقل هو الغاز اللي احنا زي ما بقول لك البنزين والسولار والزيت، اللي هو العربيات والطيارات والتكاتك والموتوسيكلات والكلام ده كله من خلال الفحم، من خلال البترول. طيب فعشان كده هو بيأثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. البترول هو أكتر مصدر طاقة في العالم دلوقتي بيأثر في العلاقات الدولية وفي الاقتصاد العالمي. عايز أقول لك ان 3/4 التجاره في العالم معتمده على البترول، اما اقول لك مثلا دول الخليج قامت ازاي؟ من خلال البترول. لو انت متابع التاريخ كده هتلاقي من قرن او من اقل من قرن كمان السعوديه والكويت ودول قطر والدول الخليج كلها ما كانتش موجوده اصلا، كانت دول فقيره جدا جدا جدا، لدرجه ان مصر كانت بتصنع اللي هو الستارات بتاع الكعبه، اللي هو ستره الكعبه، مصر هي اللي بتصنعها وبتوديها هناك. طيب دلوقتي السعوديه ودول الخليج من اغنى دول العالم، الدينار الكويتي وصل ل 100 جنيه، تمام؟ فده كله بسبب البترول. فالبترول هو من اكتر مصدر خام مؤثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه. وبرضه احنا العرب استخدموا البترول ده في حرب اكتوبر، حرب 73.
حرب 73 لما اسرائيل جت احتلت سيناء واحتلت جزء من احتلت سيناء كلها واحتلت هضبه الجولان في سوريا، احنا بنعمل حرب اكتوبر. الدول العربيه في الوقت ده منعت تصدير البترول لدول اوروبا واسرائيل وامريكا، فاثرت طبعا بشكل كبير جدا على ضعفهم، وكانت سبب من الاسباب اللي احنا نكسب في الحرب دي. طيب يبقى البترول بيأثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه. طيب قارة آسيا، قارة أوروبا. قارة آسيا طبعا رقم واحد في العالم في إنتاج البترول هو السعودية. السعودية عايمة على بحار من البترول، بترول كبيرة جدا لا نفاذ لها. طب هو طبعا هو من المصادر اللي قابلة للنفاذ، بس في السعودية كميات كبيرة جدا 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 جدا. طيب بيقول لك تنتج لوحدها قارة آسيا خمس الإنتاج العالمي، خمس الإنتاج العالمي من البترول في قارة آسيا. وطبعا تعد السعودية أولى الدول العالم. طيب اولى الدول في قاره اسيا في انتاج البترول. طب في قاره اوروبا برضو خمس الانتاج في قاره اوروبا، وتعد روسيا اولى الدول في انتاج. يبقى السعوديه وروسيا، خلي بالك كده عندي حاجتين، الفحم الصين وروسيا، الصين وروسيا، البترول السعوديه وروسيا، السعوديه وروسيا. يبقى تاني البترول احنا قلنا بيدخل فيه صناعات البتروكيماويات الحديثه والصناعات المعدنيه. طيب بيستخدم بصوره اساسيه في توليد الكهرباء ووسائل النقل، بيأثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه زي ما قلت حرب اكتوبر 73. طيب في قاره اسيا خمس الانتاج في اسيا، خمس الانتاج في اوروبا، السعوديه وروسيا، السعوديه وروسيا. طيب الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي ده اللي احنا عارفين اللي هو لما تيجي تولع البوتاجاز ده اسمه الغاز، اسمه ايه؟ الغاز. طيب بيستخدم بقى بيقول لك بقى الغاز ده ايه؟ بيقول لك يعد الغاز منافس قوي للبترول. ايه الكلام ده يا مستر؟ الغاز هو بقى منافس قوي للبترول. احنا قلنا البترول ده هو المصدر الطاقه الاساسي في العالم، واللي بيدخل بيأثر في الاقتصاد العالمي ويأثر في العلاقات الدوليه. طيب تاني واحد على طول الغاز الطبيعي. طب ليه؟ مركز. قال لك بسبب سهوله استخراجه، بنستخرجه بشكل كبير بسهوله جدا، بيكون موجود على السطح او قريب من السطح، دي ارقام واحد. طيب تكلفته المنخفضه، لما نيجي نستخرج الغاز التكلفه اللي احنا بندفع فلوس عشان نستخرجه قليله جدا. طيب قله تلوثه للبيئه، مش ملوث زي الفحم والبترول، لا هو اقل تلوث للبيئه ورخص ثمنه رخيص، ثمنه ايه؟ رخيص. يبقى يعد الغاز الطبيعي منافس قوي للبترول بسبب سهوله استخراجه، تكلفته المنخفضه، قله تلوثه للبيئه ورخص ثمنه. يبقى سهوله استخراجه وتكلفته المنخفضه، قله تلوثه للبيئه ورخص ثمنه، سهوله استخراجه وتكلفته المنخفضه، قله تلوثه للبيئه ورخص ثمنه. طيب اولى قاره اسيا وقاره اوروبا، اولى قارات العالم في انتاج الغاز الطبيعي هي قاره اسيا يعني. طيب بيقول لك بتنتج لوحدها ثلث الانتاج العالمي. طيب معظم الانتاج ده بياتي من دولتين، ايران والصين، الصين وايران، ده في قاره اسيا. يبقى قاره اسيا هي اولى قارات العالم انتاج للغاز الطبيعي، بتنتج لوحدها الثلث، معظم الانتاج في الصين وايران. طيب قاره اوروبا بيقول لك والله هي بتنتج خمس الانتاج، وفي دوله النرويج، في دوله ايه؟ النرويج. يبقى الغاز الطبيعي قال لك والله الغاز الطبيعي في قاره اسيا هي اولى قارات العالم في انتاج الغاز الطبيعي، بتنتج الثلث في دولتين، الصين وايران. طيب اوروبا قال لك اوروبا بتنتج خمس الانتاج ودوله النرويج. يبقى خلي بالك انا عندي فحم، بترول، غاز طبيعي. فحم الصين وروسيا، بترول السعوديه وروسيا. طيب قال لك الغاز الطبيعي الصين وايران والنرويج. خلي بالك في الاخر ان شاء الله باذن الله اجيب لك البورد واعمل لك كده جدولين، هم دول اللي بيلخص الدرس كله. تمام؟ طيب ادي كده المصادر الطاقه. احنا قلنا مصادر الطاقه الغير متجدده اللي هو الطاقه الاحفوريه، الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طيب تعال نتكلم او قبل ما نتكلم على الطاقه الاحفوريه تعال نشوف كده خريطه. ادي الخريطه اهي ونحدد عليه. احنا قلنا الفحم موجود فين؟ في الصين وروسيا. ادي الصين، بص الفحم اللي هو ده، ادي الصين وروسيا. يبقى الصين وروسيا ده كده الفحم. طيب البترول موجود في السعوديه، البترول اللي هو الاكس موجود في السعوديه. طيب السعوديه وروسيا. طيب قال لك الغاز الطبيعي ده بقى قال لك موجود فين؟ قال لك الغاز الطبيعي ده موجود في الصين وايران والنرويج. يبقى الصين وايران والنرويج. يبقى الفحم موجود في الصين وروسيا،
بترول السعوديه وروسيا. الغاز الطبيعي موجود في الصين وايران والنرويج، الصين وايران والنرويج. طيب تعال نتكلم على الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة دي اللي هي الطاقة المتجددة، طاقة تتجدد باستمرار، طاقة تتجدد باستمرار غير قابلة للنفاذ ونظيفة، طاقة نظيفة يعني لا تلوث البيئة، زي الطاقة الشمسية، الطاقة الكهربائية، وطاقة الرياح. طيب سؤال مهم جدا جدا جدا، بص كده بيقول لك تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في العالم خلال العقود الأخيرة. العقد اللي هو العشر سنين في خلال الكام سنة الأخيرة، اللي هو العقود الأخيرة اللي هي من 30 سنة كده، بدأنا نهتم بالطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة. ليه؟ مركز بص كده معايا، بيقول لك أولا لأنها طاقة نظيفة. يعني ايه طاقه نظيفه؟ يعني غير ملوثه للبيئه. يبقى رقم واحد احنا عايزين نحافظ على البيئه في ظل التطورات التكنولوجيه الكبيره والصناعات الكبيره. بدا الاحتباس، بدا الدنيا تكون صعبه جدا، الاحتباس الحراري بدا يزيد، التلوث بدا يزيد، فاحنا عايزين نقلل من التلوث ده، فبدانا نستخدم الطاقه النظيفه اللي هي غير ملوثه للبيئه. يبقى ليه احنا بنهتم بالطاقه المتجدده خلال العقود الاخيره؟ اولا لانها طاقه نظيفه، تاني حاجه هي طاقه متجدده. يعني ايه طاقه تتجدد باستمرار غير قابله للنفاذ؟ طاقه تتجدد باستمرار غير قابله للنفاذ، يبقى هي طاقه نظيفه وطاقه متجدده. طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه، طاقه متجدده لا غير قابله للنفاذ. ثالث حاجه متوفره في معظم مناطق العالم. الطاقه الشمسيه موجوده في كل دول العالم، طاقه الرياح، الطاقه الكهرومائيه موجوده في معظم دول العالم. طيب يساعد الاعتماد عليها على انخفاض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، انخفاض كبير بحلول وده هيؤدي لانخفاض كبير بحلول 2050. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما استخدم الطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده، سواء طاقه شمسيه او كهربائيه او رياح، ده هيقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي بيلوث البيئه هيقللها بشكل كبير جدا لحد 2050 ان شاء الله. ربنا يدينا الصحه وطولة العمر لحد ما نوصل بقى 2050 ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني. طيب فبيقول لك تاني، يبقى تزيد الاهتمام بالطاقة المتجددة في العالم خلال العقود الأخيرة لأنها طاقة نظيفة، طاقة متجددة، طاقة نظيفة يعني غير ملوثة للبيئة، متجددة تتجدد باستمرار، غير قابلة للنفاذ، متوفرة في معظم مناطق العالم، يساعد الاعتماد عليها على تقليل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، انخفاض كبير بحلول 2050. طيب الطاقة الكهرومائية، الطاقة الكهرومائية دي رقم واحد طبعا. الطاقة الكهرومائية يعني ايه كهرومائية؟ كهرباء، مائية ماء، يعني توليد الكهرباء من خلال الماء. تمام؟ طيب بيقول لك بقى بتنتج نص الانتاج العالمي من الطاقة الكهرومائية. قارة اسيا بتنتج نص الانتاج العالمي من الطاقة الكهرومائية ده. طب ليه؟ مركز. اول حاجة بيقول لك بما تفسر كثرة الامطار والانهار في القارة. يبقى اما اقول لك بما تفسر تنتج قاره اسيا نص الانتاج العالمي، هتقول لي بسبب كثره الامطار والانهار في القاره. احنا خدنا الانهار الانهار، سواء الانهار الشماليه اوبيانس معاهم لينا، الانهار الشرقيه نهر الصين نهر الصين، نهر امور في منشوريا، وينجست في الصين، اضواء انهار القاره والثالث عالميا. فقاره اسيا فيها انهار كتير، وغير كده غير الانهار الكتير فيها امطار كتير، لانها بتعدي على دائره الاستواء ومدار السرطان ودائره القطبيه الشماليه، فامطارها متنوعه. فبيقول لك قاره اسيا فيها كثره الامطار والانهار، كثره الامطار والانهار، فعشان كده فيها طاقه كهرومائيه كتير. تمام؟ طيب والصين هي اولى دول انتاج القاره. خلي بالك معلومه مهمه جدا جدا جدا، سواء طاقه كهرومائيه، طاقه الرياح، طاقه شمسيه، في دوله اسيا هي الصين، في قاره اسيا هي الصين. تمام؟ يعني الثلاثه الصين، وفي الاخر برضو هعمل لك الجدول ده وهيساعد عليك جدا جدا جدا. طيب يبقى قاره اسيا تنتج نص الانتاج العالمي من الطاقه الكهرومائيه. وليه؟ مركز بسبب كثره الامطار والانهار، كثره الامطار والانهار. والصين هي اولى دول القاره في انتاج الطاقه الكهرومائيه. في اوروبا قال لك والله روسيا اكبر دوله اوروبيه في انتاج الكهرباء. يبقى الصين وروسيا زيها زي الفحم، زي الحديد والنحاس لو انت فاكر. طيب طاقه الرياح قال لك برضك اوروبا اسيا بتنتج نص الانتاج العالمي من طاقه الرياح. والصين هي اولى الدول العالميه، اولى الدول في اسيا انتاجا للرياح. يبقى اسيا نص الانتاج في اسيا في طاقه الرياح، ونص الانتاج في اسيا في الطاقه الكهرومائيه. طيب والصين نفس الحكايه، الصين، وهنعرف كمان شويه طاقه الشمسيه برضو الصين. تمام؟ طيب في اوروبا قال لك المانيا، واوروبا تنتج ربع الانتاج العالمي. يبقى خلي بالك، طاقه
طاقه كهرومائيه الصين وروسيا، طاقه كهرومائيه الصين وروسيا. طاقه رياح الصين المانيا، الصين المانيا، الصين في اسيا، المانيا في اوروبا. والطاقه الشمسيه خلي بالك برضو كده، الصين والمانيا. يبقى خلي بالك طاقه الرياح والطاقه الشمسيه الاثنين زي بعض، الصين المانيا، الصين المانيا. اما اول واحده اللي هي الطاقه الكهرومائيه الصين وروسيا، الصين وروسيا. طيب بيقول لك هنا الطاقه الشمسيه ثلثين الانتاج العالمي من الطاقه الشمسيه موجود في اسيا، واولى الدول طبعا هي الصين. في اوروبا خمس الانتاج العالمي، خمس الانتاج العالمي. اولى الدول هي دوله المانيا. يبقى تاني انا عندي مصادر الطاقه المتجدده تتجدد باستمرار غير قابله للنفاذ وهي نظيفه، زي الطاقه الكهرومائيه، طاقه شمسيه، طاقه الرياح. اولا الطاقه الكهرومائيه نص الانتاج العالمي موجود في قاره اسيا، واولى الدول هي الصين وروسيا، الصين وروسيا، الصين في اسيا واوروبا روسيا. طيب هنا سواء طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه الصين والصين المانيا، الصين المانيا. طاقه الرياح طاقه شمسيه الصين المانيا، الصين في اسيا والمانيا في اوروبا، الصين في اسيا والمانيا في اوروبا. تمام. طيب وفي الاخر برضو كان عامل لك الجدول ده اللي هيسهل عليك بشكل كبير جدا. طيب تعالى بقى نتكلم عن اخر حاجه هي مشكلات التعدين ومصادر الطاقه في قارتين اسيا واوروبا. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، حته الله الا الله. طيب اولا بيقول لك ان التعدين في اسيا اوروبا فيه مشكلات كبيره. زي ايه؟ قال لك اولا انبعاث كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، فده يؤدي الى التغيرات المناخيه. احنا العالم، خلي بالك احنا العالم عندنا مشكله كبيره جدا اسمها غاز الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه. الاحتباس الحراري ده بيزيد، فبالتالي هيخلي درجات الحراره بتزيد. احنا دلوقتي في الصيف بنوصل لدرجه حراره 50 و60، وما كانش الحاجات دي بتوصل قبل كده في الكره الارضيه. في خلال السنين الاخيره دي بدات توصل حراره درجات عاليه جدا جدا جدا، وبدانا نحس بالصيف في عز الشتاء. يعني الشتاء بدا يتاخر في ميعاده، وبنحس في الصيف ساعات فيه والشتاء بدا يقل. وده هيؤدي الى لما درجه الحراره ترتفع هيؤدي الى حاجه اسمها ان ذوبان الجليد. فالجليد اللي هو في القطبين لما يحصل حاله الذوبان ده هيبدا يغرق الكره الارضيه. هتبدا في دول او في مدن ودول هتختفي. مدينه الاسكندريه خلي بالك، الاسكندريه من الدول المعرضه للانقراض بسبب ذوبان الجليد. واللي رجع لاصل التغيرات المناخيه اللي اصله الاحتباس الحراري اللي اصله ثاني اكسيد الكربون. فثاني اكسيد الكربون ده مشكله كبيره جدا جدا جدا، لازم نحلها ولازم يكون في حلول. عشان كده بدانا نعمل حلول ان احنا نستخدم الطاقه المتجدده ونقلل من الطاقه اللي هي الطاقه الاحفوريه اللي هو الفحم البترول الغاز الطبيعي. يبقى اول حاجه انبعاث كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون، مما يؤدي الى التغيرات المناخيه اللي بتاثر على العالم كله. طيب ثاني حاجه الاستخدام في عمليات التعدين سواء السطحي اللي هو من سطح الارض او الباطني اللي هو باطن الارض، مواد كيميائيه ضاره. احنا لما نيجي نستخرج اي المعادن يعني او البترول او الفحم الغاز الطبيعي الكلام ده كله بنستخدم مواد كيميائيه دي ممكن تكون ضاره، فممكن تختلط بمياه الامطار والانهار والمياه الجوفيه فتاثر على مياه الشرب، فتاثر على صحتنا. يبقى خلي بالك استخدام مواد كيميائيه ضاره ممكن تختلط بامطار انهار مياه جوفيه. يبقى اول حاجه انبعاث كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون، فده ياثر على مما يؤدي الى التغيرات المناخيه. استخدام مواد كيميائيه ضاره تختلط بامطار انهار مياه جوفيه. استنزاف الموارد المعدنيه في دول غرب اوروبا زي فرنسا وبريطانيا، وده بسبب الاستخدام الغير مستدام لها طول فتره التعدين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه استنزاف؟ يعني الموارد بدات تقل. احنا قلنا في قاره اوروبا بدات منذ قيام الثوره الصناعيه بدا اللي هم يستنزفوا كميات كبيره جدا من المعادن، فكميه المعادن قلت. وده بسبب ايه؟ بسبب الاستخدام الغير مستدام لها. يعني ايه غير مستدام؟ المستدام جاي من كلمه استدامه. يعني ايه استدامه؟ يعني انا دلوقتي بستورد او بستخدم او بستخرج المعدن من باطن الارض، ماشي معايا مثلا 50 طن حديد في الباطن الارضي، فانا عايز استخدمهم على مدار 50 سنه، فكل سنه بستخرج من باطن الارض طن عشان يقضيني 50 سنه. طيب ده كده استدامه. اما الغير الاستدامه اللي انا بستخرجهم كلهم مع بعض. في ايام الملك فاروق
لما جه كان حاكم مصر ساعتها، مصر كانت ملكيه، قال لك كان في منجم اسمه منجم السكري. منجم السكري ده كان كله مليان دهب. فقال لك ايه، فبدا كان في وقته كان قبليه الملك احمد فؤاد. الملك احمد فؤاد كان بدا يعمل ايه، بدا اللي هو ياخد كل الذهب اللي موجود، يعني الذهب اللي موجود كان كميه كبيره جدا جدا من الذهب، بدا اللي هو يستخرجها كلها. جه الملك فاروق بقى قال لك ستوب، وقف المنجم ده. ليه؟ عشان الحق الاجيال القادمه في ان هي تستفاد من الذهب ده. اصل انا لو استخرجت الذهب كله، الذهب من المنطقه دي هينفذ نهائيا، والذهب من المواد او المعادن الغير قابله اللي قابله للنفاذ. فلما استورده كله او ما استخرج كله، الذهب هينفذ ومش هعرف الاجيال القادمه تستفاد منه. فالملك فاروق عمل حاجه اسمها استدامه. هنا بقى في اوروبا، في غرب اوروبا زي انجلترا وفرنسا، فرنسا وبريطانيا او انجلترا وفرنسا، بدأ اللي هي تستخدم او تستنزف المواد دي بسبب الغير استخدام غير المستدام. ما بيحطوش في دماغهم الاجيال القادمه، طز في الاجيال القادمه اهم حاجه احنا نستورد الحاجات دي عشان نعرف نصنع الصناعات بتاعتنا. في طول فتره التعدين يبقى استنزاف الموارد المعدنيه في غرب اوروبا زي فرنسا وبريطانيا بسبب استخدام الغير المستدام في فتره التعدين. طيب، ضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين. انا ما عنديش تكنولوجيا كبيره عشان اعرف استورد زي مثلا زي دول غرب اوروبا. يعني هو بيقول لك ايه، ضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين، حيث تفتقر بعض مناطق قاره اسيا الى التكنولوجيا الحديثه وتدريب العماله. في قاره اسيا طبعا زي مثلا الهند وباكستان وافغانستان والدول اللي هي الفقيره شويه دي، او الدول متوسطه الدخل، مش دول متقدمه زي دول غرب اوروبا، ما عندهمش تكنولوجيا حديثه زي دي، ولا عندهم تدريب العماله زي دول اوروبا. يبقى ضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين. طيب، الارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج. خلي بالك ان لما اجي استخرج من بطن الارض بحتاج الى اولا عماله بشكل كبير جدا، عماله كبيره، تكنولوجيا حديثه، ادوات، بحتاج نقلات وسائل نقل، فبحتاج تكاليف كتير جدا ضخمه عشان اعرف استخرج المعادن والمصادر اللي من بطن الارض. طيب، فارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج. وتعاني قاره اوروبا، مركز، من ارتفاع تكاليف العماله اللي هم السكان، الناس يعني اللي تشتغل، مقارنة بآسيا، وارتفاع تكلفة استخراج الموارد المعدنية من المناطق النائية. يعني ايه ارتفاع تكلفة استخراج الموارد المعدنية من الموارد النائية؟ يعني المناطق البعيدة. يعني ايه؟ يعني مثلا منطقة، مثلا انا السكان كلهم ادي مثلا، لو مثلا دي السعودية، ماشي، الناس كلها عايشة مثلا في مكة والمدينة والرياض والكلام ده. طيب، هنا بقى بيقول لك المناطق النائيه، المناطق البعيده فيها بترول، فيها مواد خام يعني. فبيقول لك مثلا في الحته دي كده فيها بترول وفحم وغاز طبيعي. فانا صعب جدا، بص، لما اروح هناك هيؤدي الى ارتفاع التكلفه اللي هو النقل، وسائل النقل هيروح هناك، العماله هيروح هناك، التكنولوجيا هتروح هناك، فانا بدفع فلوس كتير جدا لانها منطقه بعيده، فانا بروح كل الحاجات اللي تحت بروحها عشان استخرج المعادن والحاجات دي من هناك، فبتعب، او ده بيزود تكاليف الانتاج. طيب، يبقى انا بقولها ازاي بقى؟ انبعاث كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون، مما يؤدي الى التغيرات المناخيه. استخدام مواد كيميائيه ضاره قد تختلط بامطار انهار مياه جوفيه. استنزاف موارد معدنيه في غرب اوروبا زي فرنسا وبريطانيا بسبب استخدام غير مستدام خلال فترة التعدين. ضعف التكنولوجيا المستخدمة في التعدين. ارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج. يبقى انا عندي انبعاث كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون، استخدام مواد كيميائية ضارة تختلط بمياه امطار انهار مياه جوفية، استنزاف موارد معدنية في غرب اوروبا زي فرنسا وبريطانيا بسبب استخدام غير مستدام له طول فترة التعدين، وارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج، وضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين. طيب، انا عندي مشكلات عايز احلها، فبيقول لك طرق مواجهه مشكلات التعدين في قارتين اسيا واوروبا. طيب، انا اول حاجه بيقول لك اخر حاجه هي استنزاف عدد من المواد المعدنيه في دول غرب اوروبا. فهنا بقى اول طريقه نحل منها او نواجه منها المشكله دي، اطلاق مبادرات استدامه الموارد المعدنيه. مش هنا بيقول لك استخدام غير مستدام لها. فهنا بقى هنبدا نعمل مبادرات، يا جماعه خلي بالكم الموارد دي مش بتاعتكم بس، بتاعت الاجيال القادمه. فهتبدا يعمل مبادرات استدامه الموارد المعدنيه والاتجاه نحو
اعاده تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للموارد النادره وتقليل الاعتماد عليها. مستر مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ بص كده معايا، بيقول لك اطلاق مبادرات استدامه المواد المعدنيه. زي ايه؟ اعاده تدوير المعادن. مثلا انتوا عارفين في كده واحد وانت ماشي في الشارع بتلاقي فيه راجل كبير ماسك شوال كده، والازاز بيبسي انت او الكنزات البيبسي انت بتشربها دي، خلي بالك قاطع البيبس ده حته المقاطعه بالذات. في ناس كتير جدا بتقول لك يا عم هو انا يعني المقاطعه هو هي حته البيبسي يعني هي دي اللي هتعمل. كل ما تيجي تروح تشتري بيبسي كده افتكر الفلوس دي بتروح للشركه دي، بتروح لشركه البيبسي اللي هي بتمول الصهاينه، وبياخدوا منها اسلحه وبيموتوا اخواتنا في فلسطين. فكل ما تروح كل ما يجي في دماغك ان انت يجي ليك نفس تشتري المنتجات بقى المقاطعه كلها، سواء البيبسي او الشيبس او اي كل المنتجات دي كلها، افتكر اخواتنا اللي بيموتوا، افتكر الفلوس اللي انت بتصرفها دي بتموت بيها اخواتك في فلسطين. تمام؟ طيب دي نقطه. نرجع بقى اللي احنا كنا بنقوله، الراجل اللي هو بيلم الكنزات الصغيره في الشارع دي وبيجي بياخدها، او الازاز اللي مرميه في الشارع بياخدها وبيعمل لها حاجه اسمها اعاده تدوير. اعاده التدوير دي اللي هو بيستخدمها او بيصنعها من جديد، فبنسميها اعاده تدوير المعادن. اعاده تدوير المعادن والبحث عن بدائل للموارد النادره وتقليل الاعتماد عليها. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا اليورانيوم ده ماده نوويه نادره في العالم، قليل جدا ما تلاقيها في العالم. تمام؟ طيب احنا قلنا موجوده في كازاخستان وروسيا، طيب موجوده في دول قليله جدا في العالم. ببدا اعمل ايه؟ ببدا استخدم او ابحث عن بدائل ليها واقلل الاعتماد عليها، فبالتالي هتقلل الاعتماد عليها، فبالتالي هتستدام لفتره كبيره. طيب يبقى اول حاجه اطلاق مبادرات استدامه المواد المعدنيه. المواد المعدنيه اعاده تدوير المعادن والبحث عن بدائل المواد النادره وتقليل الاعتماد عليها. طيب يبقى انا عندي اول حاجه استنزاف، بدات احلها باطلاق مبادرات استدامه المواد المعدنيه. طيب انا عندي ضعف تكنولوجيا، يبقى انا اعمل ايه؟ استخدام التكنولوجيا الحديثه لتقليل التاثيرات السلبيه على التعدين على البيئه. يبقى انا عندي ضعف تكنولوجيا، هبدا استخدام التقنيات الحديثه لتقليل التاثيرات السلبيه للتعدين على البيئه. طيب ببدا اتوسع في الطاقه المتجدده في المناجم الخضراء، يعني اتوسع في استخدام الطاقه المتجدده اللي هو الطاقه الكهربائيه، طاقه شمسيه، طاقه الرياح في المناجم الخضراء. مستر هي ايه المناجم الخضراء دي بقى؟ بص كده، بيقول لك المناجم الخضراء دي تستخدم اساليب تعدين حديثه وصديقه للبيئه. استخدام اساليب حديثه وصديقه للبيئه بتقلل من التلوث البيئي وتحقق الاستخدام الامثل والمستدام للمواد الطبيعيه. يعني ايه؟ يعني المناجم الطبيعيه دي بستخدم اساليب تعدين حديثه صديقه للبيئه. يعني ايه صديقه للبيئه؟ يعني لا تلوث البيئه. تمام؟ طيب وتحقق الاستدامه والاستخدام الامثل للموارد على المدى الطويل، عشان المعدن ده يبدا يكون معايا على المدى البعيد وما ينفذش. طيب اصدار قوانين لحمايه البيئه من الاثار السلبيه التغيرات التعدين. طيب يبقى بقول لك اصدار قوانين، يكون في تشريعات وقوانين بتقول لك ان لازم نحد من الاثار السلبيه للتعدين، زي قانون المواد الخام الحرجه. يعني ايه قانون المواد الخام الحرجه ده؟ اللي اصدره الاتحاد الاوروبي لضمان استدامه الموارد المعدنيه للاجيال القادمه. الاتحاد الاوروبي طلع قانون اسمه قانون المواد الخام الحرجه. القانون ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي احنا هنستخدم المواد دي، هنقلل من استخدام الموارد دي وهنحاول نبحث لها عن بدايل، وهنستخدم اللي هو المناجم الخضراء اللي هو الاستخدام الامثل وصديق للبيئه، ونقلل من تاثير التلوث ده على البيئه، وعشان المعدن ده يستمر للاجيال القادمه. ده اسمه قانون المواد الخام الحرجه. طيب يبقى انا عشان طرق مواجهه المشكلات ده، اولا اطلاق مبادرات استدامه المواد المعدنيه زي اعاده تدوير المعادن والبحث عن بدائل المواد النادره، استخدام التكنولوجيا الحديثه لتقليل التاثيرات السلبيه للتعدين، استخدام التوسع في استخدام الطاقه المتجدده في المناجم الخضراء، واصدار قوانين لحمايه البيئه زي قانون المواد الخام اللي اصدره الاتحاد الاوروبي. طيب تعال كده نراجع اللي احنا خدناه، اللي هو الطاقه، اللي هو سواء مصادر سواء طاقه متجدده او غير متجدده، ونعمل الجدول اللي احنا قلنا عليه. طيب اولا مصادر الطاقه في قارتين اسيا واوروبا. احنا قلنا في قاره، يعني في اسيا واوروبا احنا قلنا الطاقه الاحفوريه اللي هي الطاقه الغير متجدده الطاقه النظيفه، والطاقه المتجدده اللي هي الطاقه النظيفه. زي الطاقه الغير متجدده اللي هي زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، اما الطاقه المتجدده اللي هو الطاقه الكهربائيه طاقه الرياح والطاقه الشمسيه. طيب من غير ما نجدد كده، تعالى بقى نعملهم على طول على السبوره البورد. ادي مصادر، هنكتب منها مصادر الطاقه المتجدده. ثانيه واحده.
هنا مثلا مصادر الطاقة، الطاقة الأحفورية اللي هو زي فحم، بترول، غاز طبيعي. في قارتين آسيا وأوروبا. تمام؟ طيب وهنا الطاقة المتجددة اللي هو الطاقة سواء في آسيا وأوروبا، آسيا وأوروبا. تمام؟ هنا كهرومائية، طاقة كهرومائية، طاقة الرياح، طاقة الشمسية. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه، فاكرين الفحم كان موجود فين؟ ما كان موجود في الصين وروسيا، الصين وروسيا. طيب الصين خلي بالك نص الانتاج العالمي موجود فيه في الصين الفحم. طيب البترول، البترول خلي بالك السعوديه وروسيا، السعوديه وروسيا. طيب الغاز الطبيعي الصين وايران، الصين وايران والنرويج، الصين وايران والنرويج. يبقى خلي بالك، يبقى هنا وهنا خلي بالك، هنا الصين نص، هنا روسيا البترول خمسين الانتاج في اسيا، وهنا خمس الانتاج في اوروبا. طيب هنا ثلث الانتاج في الغاز الطبيعي في اسيا، وهنا خمس الانتاج في اوروبا، خمس الانتاج في اوروبا. يبقى خلي بالك فحم، بترول، غاز طبيعي. الفحم الصين وروسيا، الصين وروسيا. بترول السعوديه وروسيا. غاز طبيعي الصين وايران والنرويج، الصين وايران والنرويج. طيب الطاقه المتجدده كهرومائيه، رياح شمسيه. الطاقه الكهرومائيه والرياح الشمسيه الثلاثه في اسيا الصين، 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 الصين. تمام؟ طيب الطاقه الكهرومائيه الصين وروسيا، الطاقه الكهرومائيه الصين وروسيا. الرياح الشمسيه الصين، المانيا، المانيا، المانيا. يبقى دي سهله جدا جدا جدا. يبقى الطاقه المتجدده في قاره اسيا، في الطاقه المتجدده كهرومائيه شمسيه رياح. الطاقه الكهرومائيه الصين وروسيا. الرياح الصين المانيا، الرياح وشمسيه الصين المانيا، الصين المانيا. تمام؟ طيب نرجع تاني. يبقى احنا اتكلمنا على الفحم، قلنا الفحم هو طيب تعال نحل شويه تدريبات كده عشان نشوف احنا ركزنا مع بعض ولا لا. طيب واحده كده معايا. طيب رقم واحد بيقول لك ايه؟ اولى دول قاره اوروبا في انتاج الكروم. الكروم يا مستر هند، تركيا، فنلندا. هو دول اوروبا يعني دوله، يعني دول اوروبا يعني فنلندا. ادي فنلندا رقم 3، يبقى رقم 3. طيب اولى دول اوروبا في انتاج اليورانيوم. احنا قلنا اوروبا اليورانيوم كازاخستان روسيا، كازاخستان روسيا. يبقى هو بيقول لك اوروبا رقم، روسيا رقم 2. طيب 3 اولى دول اوروبا المفروض ايه، معلش، اولى دول اسيا في انتاج النيكل. النيكل اندونيسيا روسيا، اندونيسيا رقم 1. تمام. من الدول الاسيويه في انتاج المنجنيز، المنجنيز الصين والهند واوكرانيا، الصين والهند واوكرانيا. رقم 4 الهند. تمام. طيب الخريطه دي بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك والله اولى الدول الاسيويه في انتاج الفحم، الفحم الصين وروسيا. يقول لك اسيويه يبقى الصين رقم 1، الصين، الصين. طيب 2 بيقول لك اولى الدول الاسيويه في انتاج البترول، السعوديه. ادي 2 اهي، السعوديه، يبقى السعوديه. طيب بيقول لك 3 دوله اوروبيه منتجه للغاز الطبيعي. ادي رقم 3 النرويج. النرويج هي من الدول المنتجه للغاز الطبيعي في قاره اوروبا. طيب اولى الدول الاوروبيه في انتاج طاقه الرياح. احنا قلنا طاقه الرياح طاقه شمسيه، الاثنين المانيا. ادي 4 اهي، ادي 4 دوله المانيا،
4 ألمانيا. ألمانيا. طيب 5 إحدى دول غرب أوروبا والتي استنزفت العديد من المواد المعدنية. رقم 5 استنزاف المواد المعدنية في غرب أوروبا. 2 إنجلترا وفرنسا. أدي فرنسا اللي هي عاملة زي ال5 دي كده، وأدي بيقول لك 5 دولة بريطانيا، يبقى 5 هنا بريطانيا. طيب تعالى على صوب. يأتي معظم إنتاج أوروبا من الحديد من دولة النرويج. بيقول لك الحديد من دولة النرويج؟ لا طبعا، في قارة أوروبا إن الحديد الصين وروسيا، يبقى دولة روسيا. طيب يعد الحديد إحدى المواد الخام الحرجة. سامعك بتقول لي لا طبعا المواد الحاجه دي خلي بالك. ايوه صح زي ما بتقول. النيكل يا ولد، النيكل من المواد الخام الحرجه. طيب يتركز معظم انتاج البوكسايت في المناطق اللي بارده يا ولد؟ لا طبعا المناطق المداريه، عشان كده قلنا اللي اوروبا من المناطق اللي بيقل فيها البوكسايت. طيب تنتج قارة أوروبا نص إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم؟ لا طبعا قارة آسيا الطاقة الكهربائية في العالم نص الإنتاج منها. طيب أصدرت هيئة الأمم المتحدة قانون المواد الخام قانون المواد الخام الحرجة؟ لا طبعا، احنا قلنا الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. طيب تتصدر دولة ألمانيا المركز الأول في قارة أوروبا في إنتاج كل من، احنا قلنا حاجتين، طاقة الرياح والطاقة الطاقة الشمسية. يبقى ألمانيا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. طيب اختر على السريع. يأتي معظم إنتاج أوروبا من المنجنيز. أوروبا منجنيز، قلنا أوروبا فنلندا. أوروبا إيه؟ فنلندا. طيب أولى الدول الأوروبية في إنتاج الكروم؟ لا خلي بالك هو عاكس الاختيارات هنا. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعد دولة نقط هي اولى دول قارة اسيا في انتاج الطاقة الكهربائية. احنا قلنا الطاقة الكهربائية دي هي الصين، في دولة اسيا يعني الصين. طيب المانيا هي اولى الدول الاوروبية في انتاج ايه؟ المانيا احنا قلنا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ادي طاقة الرياح. طيب تنتج اوروبا نقط انتاج العالمي من الطاقة الشمسية؟ اوروبا بتنتج خمس الانتاج العالمي من الطاقة الشمسية. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى تكون كنت مركز معايا في الدرس. اي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب الواتساب. مش عايزك تشيل هم الدراسات ابدا، وتاكد باذن الله الدراسات هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام. سلام.